السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوني اليوم جيت نشارك معكم كيفية تجهيز اللوح الخشبي لكتابة القرآن الكريم. وهذه الطريقة هي اللي كانوا كيعتمدوا المغاربة من قديم الزمان، وباقي الحمد لله كيعتمدوها الآن في حفظ القرآن الكريم. وسبحان الله الطريقة عندها نتيجة رائعة، والدليل على ذلك أن الأطفال تبارك الله والمغاربة دائما كيفوزوا بالجوائز في حفظ القرآن الكريم، لأن هذه الطريقة طريقة جيدة جدا لحفظ كتاب الله عز وجل. اليوم جيت نشارك معكم الطريقة كيفاش نجهزوا اللوح من بعد ما كان فقط لوح خشبي عادي، كيفاش غنجهزوه حتى كيصبح صالح للكتابة بحال هذا اللي كتشوفوا فيه دابا. ومرحبا بكم معايا، تبعوا معايا الطريقة، طريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله. المواد ان شاء الله اللي غنحتاجوهم باش نصوبوا اللوح ديالنا هما هادو. عندي اللوحه ها هي عاديه، بقى غير قطعه من الخشب، ومعها طريف ديال البونج، طريف ديال الكاغيط حرش باش نحكوها، وطريف ديال الصلصال، وشويه ديال الماء. هادو هما الحويجات اللي غنحتاجوهم، الحويجات الاساسيين باش غنصوبوا اللوح ديالنا. يلا مرحبا بكم معايا. بسم الله. اول حاجه انا غنبدا نحكها بهذا الكاغيط. دابا ها هي تحكات مزيان. انا بديت غنفزق بونجا بالماء وكنمسحها حتى تمسح مزيان ببونجا فازقه، وندير فوق منها الصلصال، ونبقى نحك ديك الحجره ديال الصلصال، كنحكها مزيان وندوزها على اللوحه كامله حتى نكملها ونحس بها عمرات مزيان. وعاد غنعاودها ببونجا فازقه عاوتاني بنفس بالماء، نعاود نمسحها واحد المسحه خفيفه من الفوق غير باش نقادو ليها اللون، وغادي نحطها في الشمس تنشف، وان شاء الله غادي نرجع معكم ونوريكم النتيجه كي دايره. وما تنسونيش من جيم من لايك، واللي ما مشتركش يشترك، وايضا والاهم ما تنسونيش من دعائكم الصالح ان شاء الله. الله ييسر ليا وليكم ولكل واحد يا ربي بغى يحفظ القرآن الكريم، الله ييسر لنا جميع. وما ننساش نشكر الناس كاملين اللي كيدعموني وكيساعدوني وكيديروا لي مشاهدة. شكرا جزيلا لكم، والله يجعلها في ميزان حسناتكم يا ربي، والله يجعل هذا الفيديو ديال اليوم يكون في ميزان حسناتنا جميعا، والله ييسر لنا وليكم يا ربي ما فيه الخير. ما تنسوناش من صالح الدعاء ديالكم. واللوحة ديالنا هي هذه كيف كتشوفوا، صبحت زوينة واللون ديالها تغير، صبحت جاهزة للكتابة. دابا غنديروا فيها واحد السطورة بالمسطرة والقلم، نديروا فيها خطوطة بحال الشكل ديال الدفتر ونبداو فيها الكتابة ان شاء الله. المواد اللي غنحتاجوهم باش نكتبوا هما هاد القصبة اللي كتنجر على شكل قلم، وهاد الحبر اللي كيتسمى بالدارجة المغربية السمق. بسم الله. ونبدا معكم الكتابه اول مره، وكنتمنى الدعاء ديالكم ان شاء الله. وكيف شرحوا لنا الاستاذات هذه الكتابه كتكون من الحفظ، يعني ما غاديش نشوف في القران الكريم. حنا عارفين بان حنا دائما الحمد لله كنقراو القران وكنحفظوا القران، ولكن اغلبنا ما كننتبهوش وما كنركزوش مع طريقه الكتابه ديال القران. الكتابه يعني كيف مكتوب الحروف ديالو. دابا هنا غادي نبداو نسترجعوا غير من الحفظ ونكتبوه، وعاد غنديوه للاستاذه ان شاء الله تصحوا لينا، وانا غادي نكتب معكم ان شاء الله. ايوا نتمنى منكم الدعاء بحال هكا كيف شرحوا لينا، كنديروا هكا وكنهزوا داك المداد ونقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. هي الاولى.
سبحان الله الطريقة في الكتابة هنا في اللوح كتجي شوية صعيبة عندي. هاكا كنرجع الحروف غير باش نبينهم، ما بانوش ليا مزيان لأن أول مرة كنكتب، أكيد باقا ما كنعرفش. إيوا نبداو التشكيل إن شاء الله. باسمي. الحمد لله كملت أول تومون كنكتبو في حياتي على اللوح. أول مرة في حياتي كنكتب على اللوح. هذا أول تومون أنا كتبته اليوم الحد، وإن شاء الله غدا الاثنين إن شاء الله تعالى غادي نديه للأستاذة الفقيهة ديالنا، الله يجازيها بالخير، وغادي تصحح لي إن شاء الله الأخطاء اللي درت فيه. ومني غادي نجيبو إن شاء الله راه غادي نوريكم شحال الأخطاء درت. هنا كنخليو هاد الهامش هنا وهنا على حساب التصحيح ديال الأستاذة. هاني رجعت معكم دابا من بعد ما ديت اللوحه ديالي للاستاذه الله يجازيها بخير ودارت لي التصحيح. كيف قلت لكم انا اول مره كنكتب على اللوح، والمشكل علاش عندنا الاخطاء او جاتنا الصعوبه لا انا ولا النساء اللي بحالي، لان خاصنا نكتبوا بالطريقه اولا بالرسم العثماني او بالخط العثماني. خاصنا نكتبوا بداك الخط، وداك الخط العثماني راه ماشي بحال الخط اللي قرينا حنا في المدارس. داكشي علاش جاتنا الصعوبة. هذه هي الكتابة ديالي ديال التمر الأول من القرآن الكريم. هانتوما كتشوفوا التصحيح ديال الأستاذة هو هذا. مثلا أولئك خاصها تكتب بها الطريقة ماشي بالطريقة العادية. الصلاة والزكاة كتكتب بها الطريقة ماشي بالطريقة اللي كنكتبوا الكتابة العادية، لأن هذا هو الرسم العثماني. هذا التصحيح ديال الأستاذة، وأنا عاودت هذا التمن عاودتو. هنا كتشوفوا الكتابه راها مغيره، كاين تحسن ملموس تحسن ملحوظ. تلميذه مجتهده. هنا الحمد لله ما كانوش عندي اخطاء كتير، اخطاء بسيطه جدا بحال هاد اللام الا كتكتب بحال هكا، وديك الهمزه كتكون لاصقه في الالف. الهمزه ديال انهم كتكون ملصقه مع الالف، ما تكونش بعيده منها. يعني كاين الرسم العثماني، الناس اللي كيعرفوا الرسم العثماني راه غادي يعرفوه. الضلاله مثلا بحال هكا، شوفوا كي كتكتب ماشي بحال الكتابه العاديه. المهم هذه اللوحه ديالي مني عاودتها الحمد لله ما كانوش فيها اخطاء كتار، وكانت الكتابه جيده ولله الحمد. ونتمنى ان شاء الله دعموني بجيم وتعاونوني بالدعاء الصالح إن شاء الله. الله ييسر لي وليكم حفظ القرآن الكريم، والله ييسر لكل واحد كيمشي في طريق الخير. وجزاكم الله خيرا على المشاهدة، وبارك الله فيكم، ونشوفكم على خير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وربي يجعلنا وإياكم من حفظة كتاب الله عز وجل.